السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. في بنات كتيرة جدا على جروب الفيسبوك طلبوا مني ان انا اعمل ريفيو عن الكريم ده. الكريم ده كريم اساس حلو جدا، يعني انا مش بعمل دعاية لاي شركات ولا بقول لكم هاتيه من شركة او من جروب او من اي مكان. ده انت عايزة تجيبيه موثوق منه بتجيبيه من الصيدلية. الكريم ده كريم اساس. البنات بقى طالبات الجامعات والبنات اللي دايما بتحط حاجة وهي خارجة كده ومش عايزة تغير على البشرة والكلام ده كله، على فكرة مشهور جدا اليومين دول. يعني في بنات كتير جدا جايباه وعارفاه، بس في بنات بتحطه على بشرتها بيغير معاها. انا هقول لكم الطريقة المظبوطة للكريم ده. الكريم ده يعتبر كريم اساس مليان فيتامين سي، حلو جدا جدا للبشرة. هوريكم كمان لما بنحطه على بشرتنا بيوحد لون البشرة. بس طبعا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا للكريم ده. لما تيجي خارجه ومش عايزاه يغير على بشرتك لازم تحطي مرطب تحته. يعني مثلا انا لما بجيبه بحط تحت منه جل الصبار. جل الصبار بشرتنا بتشربه بسرعه. اول ما بشرتنا بتشربه بنروح واخدين طبقه خفيفه جدا من الكريم ده ونروح فردينه على البشره، بس طبقه خفيفه جدا. عارفين الطبقه الصغننه خالص اللي احنا اخدناها دي بتغطي كل مشاكل البشرة. في بنات بيبقى عندها نقط سودا ونمش وحاجات كده وبتيجي خارجة بتبقى محروجة منها جدا. الكريم ده حلو جدا ليهم. زي ما انا بقول لكم طبعا يعتبر سيرم فيتامين حلو جدا يا بنات. في منه كمان سيرم. عايزه اقول لكم ان انا جربته سحر. شايفين بيوحد لون البشره ازاي؟ حلو جدا. في بنات بقى طلبوا مني ان انا اعمل ريفيو عنه. هل هو فعلا بيغير البشرة؟ هل هو فعلا مضر على البشرة؟ انا بقول لكم يا بنات لو انتوا عايزينه ما يغيرش لازم تحطوا تحت منه مرطب. افضل مرطب موجود دلوقتي هو ايه ويكون امن؟ فهو طبعا جل الصبار. جل الصبار حلو جدا. البشرة بتشربه بسرعة، وبمجرد ما بشرتنا بتشربه بنروح واخدين طبقة من الكريم ده وفردينه على بشرتنا. العبوة دي بتقضينا فترة طويلة جدا. يعني ده اسمه هوت، عشان البنات برضو هيقولوا لي عايزين اسمه، ده اسمه وهكتبه لكم كمان في صندوق الوصف. العبوة دي بتقضينا فترة طويلة جدا لان احنا بناخد منه يعني حاجة كده على طرف صباعك. البنات بقى طلبة الجامعات اللي دايما بتدور على كريم حلو جدا لبشرتها، ان هي عايزة كل يوم حاجة كده، كمان لو هي بتتعرض للشمس كتير الكلام ده كله. ده زي ما انا بقول لكم يا بنات مليان فيتامين سي، حلو جدا للبشره. طيب في بنات هيقولوا طب احنا بشرتنا حساسه ينفع معاهم؟ اه بينفع لان احنا حطينا مرطب تحت منه. تمام كده. لازم يتحط تحت منه مرطب للبشره. تقدري تحطيه كمان على ايديكي على وشك وتخرجي بيه براحتك خالص. عارفين يا بنات الميزه اللي فيه لو احنا حاطين تحت منه مرطب ما بيغيرش خالص. طيب في بعض البنات هيقولوا طب احنا ممكن ما نستخدمش جل الصبار ونستخدم حاجة تانية؟ لو انتوا عايزين نوع كريم تحطوه تحت منه قولوا لي. لو انتوا طبعا مش متوفر عندكم جل الصبار هقول لكم على اسم كريم حلو جدا ورخيص جدا كمرطب تحت منه علشان ما يغيرش معاكم. انا عارفة ان انا اتكلمت عليه كتير لان في بنات كتيرة جدا مشهور قوي الكريم ده في اليومين اللي احنا فيهم دول. على فكرة كمان ما تجيبوش من اي جروب على الفيسبوك، هاتيه من الصيدليات. وموجود في الصيدليات دلوقتي كتير جدا لان في منه اصلي وفي منه مغشوش لو احنا جايبينه من على جروبات الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.